الأهلي يتعاقد مع صفقة سوبر، صفقة انتهت بنسبة 100%. اللاعب ده موجود في الأهلي بداية من يناير القادم. قبل ما أقول لك مين هو اللاعب يا معلم، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك ما بيكلفكش حاجة، فما تبخلش عليا بالاتنين. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ؟ اللاعب هو فؤاد الزهواني، لاعب منتخب المغرب اللي حصد كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في تشيلي. فؤاد الزهواني لاعب مرعب، بيلعب في مركز الجناح الأيسر. طول اللاعب 1.75 سم. طبعا بيلعب في نادي اتحاد تواركا. القيمة التسويقية للاعب 300 ألف يورو. طبعا بعض التقارير في الوقت الحالي بتقول ان الاهلي تعاقد من 700 ألف لمليون يورو حسب طلبات النادي اللي بيلعب فيه فؤاد الزهواني. عمر اللاعب 19 سنة. طبعا انا اتفرجت له على ماتشات في كأس العالم واتفرجت له على ملخصات. لاعب مرعب مرعب مرعب. هنتكلم عن مميزات اللاعب سريعا. عنده ميزة كويسة وهي انه بيلعب بالقدم اليسرى، عنده لمسة كويسة وسحرية في مركز الجناح الايسر. طبعا عنده جسم كويس وطول مناسب ومؤهل انه يغطي الجناح الايسر كويس دفاعيا وهجوميا. سريع في الارتداد والدفاع وعنده القدرة انه يدخل للهجوم من الجنب لما يكون متاح له فرصة. عنده موهبة في مركزه وهي بيقوم بأدوار هجومية شرسة وبيربط اللعب مع الجناح الأيسر أيضا. لاعب من الطراز العالي، تحركاته سريعة وعنده ردة فعل مرعبة جدا. يعني الأهلي جايب لاعب صغير لسه ولكن لاعب بأمانة مرعب، هيغطي الأخطاء اللي بتحصل في مركز الجناح الأيسر الوقت الحالي. من وجهة نظري أنا شايف إن في معلول جديد جاي في الطريق. لاعب قوي، تدخلاته قوية، يدخل لمنطقة الهجوم وعنده الجرأة إنه يدخل ويعمل أي حاجة في منطقة الهجوم. يعني أدوار الهجومية في حتة تانية. أيضا ما ننساش الأدوار الدفاعية. لاعب إضافة قوية للأهلي. عيوب اللاعب وهي الخبرة عنده مش أفضل شيء بسبب صغر سنه، بيسيب مساحات أحيانا عند الارتداد للهجوم. عنده مشكلة أحيانا بتحصل معاه لما بيلعب تحت ضغط، الكورة بترتد من رجله. بس كده دي عيوب فؤاد الزهواني. شاركنا برأيك في التعليقات. هل انت شايف ان فؤاد الزهواني اضافة للنادي الاهلي وهيغطي الاخطاء اللي بتحصل حاليا في مركز الدفاع بالاخص مركز الجناح الايسر ولا لا؟ ولو اول مرة تتفرج عليا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. بس كده يا معلم، سلام.